اسمي نوح عبد العزيز، عندي 29 سنة. عايش مع أبويا وأمي والحمد لله حياتنا مستقرة. بس مشكلتي زي مشكلة نص شباب البلد، الشغل. اتخرجنا وقعدنا بطالة، وفي اللي يرضى يشتغل أي حاجة وفي اللي بيقول لأ. وأنا كنت من النوع اللي عايز يشتغل في مجاله، قسم مطبخ في سياحة وفنادق، وكان حلمي أبقى شاف كبير. بس الحياة عمرها ما مشت على مزاج حد. المهم مع الوقت أبويا وأمي ابتدوا يضغطوا عليا إني لازم أشتغل أي حاجة، لحد ما أبويا وصل سن المعاش. أبويا الحاج عبد العزيز صفوان كان عامل في مشرحة زينهم، ويوم ما طلع معاش نده عليا وقال لي: فرصة عمرك يا نوح، الشغلانة دي مش هتتعوض، واسم أبوك هنا له وزنه. سألته: شغل إيه يا حاج؟ رد: هتمسك مكاني، شغل بسيط، هتسجل الداخل والخارج وخلاص. أنا بصراحة ما كنتش عايز، قلت له إني عايز شغل في مجالي. قعد يقول لي: بقالك كام سنة بتقول كده؟ سنك بقى 29، هتستنى تكمل ال40؟ وفي الآخر رضخت واتفقنا أجرب 3 شهور بس. الليلة دي وأنا نازل نده عليا وقال لي: اقعد يا ابني، عايزك ترضى، الرزق محتاج قلب راضي. وبوصيك، الميت ليه حرمة، هتسمع حاجات وتتخيل حاجات، بس عقلك اللي بيلعب بيك، طول ما سايبهم في حالهم هيسيبك في حالك. كلامه ما طمنيش خالص، خوفني أكتر. نزلت وروحت المشرحة. أول ما دخلت قلبي اتقمض، معرفش ليه. لقيت واحد اسمه عطية سلم عليا وشرح لي الشغل وقال لي: على الفجر كده تشيك على أدراج التلاجة وتتأكد مقفولة. استغربت: أشيك على الأدراج؟ قال: أيوة يا ابني، أنت في مشرحة مش في ملاهي. ومشي. قعدت لوحدي، الخوف راكبني، لحد ما قلت أعمل شاي وأفتح الفيس. فجأة سمعت صوت جاي من جوه. طنشت وافتكرت كلام أبويا، لكن تاني سمعت رزعة جامدة. قمت بالعافية فتحت الباب. مفيش أي حاجة، بس لقيت سكينة على الأرض ومليانة دم. أول ما لمستها النور قطع وباب المشرحة اتقفل لوحده. رميت السكينة وقلبي بيضرب، وسمعت صوتين بيتخانقوا، واحد بيقول للتاني ينفذ كلام دكتور، واحد رافض. وبعدها سمعت صرخة، وفجأة النور رجع. بصيت، السكينة اختفت، الدم اختفى. حسيت إني هدوخ. دخلت الحمام أغسل وشي، وأول ما رفعت راسي من تحت المية لقيت حد ماسك راسي ويضربها في المراية. نظري زغلل وشفت في المراية راجل كبير بجرح مفتوح في بطنه. هربت من الحمام أجري وقعدت على المكتب، مرعوب وبقول: ده أول يوم، أمال بقية الأيام إيه؟ وبعد شوية الفجر أذن، فدخلت أشوف الأدراج، كلها مقفولة، إلا درج رقم 7 كان نازل منه دم. قربت وأنا مرعوب، فتحت بدرج، لقيت الراجل اللي شفته في المراية، وشه سليم لكن جسمه متعفن وحشرات طالعة منه. فجأة حسيت إيد ساقعة على كتفي. التفت لقيت الدكتور. قال لي: أنت واقف قدام الدرج ليه؟ قلت له: بعرف الشغل زي ما عطية قال. بصلي وقال لي: بس الدرج ما فيهوش جثث أصلاً. بصيت لقيته فاضي، ولسه الدرج بيقفل لوحده. ولما لفيت لورا لقيت الدكتور نفسه ما كانش موجود. كنت هتجنن وبسأل نفسي: هو أنا عقلي فوت؟ خرجت من جوه التلاجة وقلت خلاص، مش هقوم من على الكرسي غير لما اللي هيستلم مني الوردية يجي، وبعدها مش هدخل المكان ده تاني، عينيا ما تشوف المشرحة دي. فضلت قاعد، وكل شوية اسمع صوت جاي من جوه، وكل لما اقوم الخوف اللي شفته امبارح يشدني اقعد مكاني تاني. لحد ما جه عطية، وشه مبسوط وقال: مالك يا ابني، عامل زي الفار المبلول كده، حصل ايه ولا ايه؟ قلت له: ده حصل حاجات كتير، خد استلم خليني اطلع من هنا. قال: اهدى وصلي على النبي وفهمني. قلت له: انا بس عايز امشي، اعصابي بايظه. وانا بكلمه لمحت الدكتور اللي شفته امبارح داخل ناحيتنا. عطيه قال: اهو الدكتور عمر شرف منور. الدكتور بص بضيق وقال: مليون مره يا عطيه اسمها دكتور، في حالات ولا لا؟ رد عطيه: ولا حاجه من امبارح. قال الدكتور: كويس، انا داخل المكتب. مشي الدكتور، وانا سبته ومشيت ورجعت البيت. أول ما دخلت لقيت أبويا قاعد يفطر، ولما شافني قال: إيه الأخبار يا بطل؟ قلت له: مش هروح المكان ده تاني. قال: ليه؟ قلت: شفت حاجات لو حكيتها مش هتصدقني، ومش هتكلم عن عقلي الباطن ولا الكلام ده. قال: ماشي، تسيبه براحتك، بس هتسافر تشتغل في محافظة سياحية. قلت: مش عايز أسيب البيت. قال: أنت عندك 29 سنة يا نوح، ومدرك يعني إيه 29؟ قلت له: عارف، بس بدور على شغل مناسب.
قال تقصد شغل على مزاجك، تسيب الشغل يبقى تسافر، مش هتسافر تكمل في المشرحة لحد ما تلاقي حاجة. قلت له طب سؤال، مين اللي كان بيشتغل مع الدكتور في أوضة التشريح؟ قال واحد اسمه عبد العاطي، مات من فترة. قلت له مات طبيعي ولا اتقتل؟ أول ما قلتها وشه قلب وبصلي باستغراب وقال جاب لك الكلام ده منين؟ اتقتل؟ واحد أبوه مات وكان عايز ياخده من غير تشريح، ولما عبد العاطي وقف له اتقتل. خلاص. طريقته وهو بيتكلم خلتني متأكد إنه بيكذب. دخلت الأوضة ونمت نومة كلها كوابيس. كل شوية أشوف نفس الجثة المتحللة اللي شفتها ماسكة سكينة وجاية لي. أصحى قبل ما يضربني لحد ما صحيت على أبويا بيوقظني عشان معاج الشغل. رحت وأنا مخنوق. أول ما وصلت لقيت عطية بيضحك ويقول جيت ما كنت عامل فيها أبو الرجالة امبارح. قلت له غصبا عني. إيه الوطي صوتك، الدكتور بيشرح جثة جوه. مشي عطية وأنا قعدت. بعدها بوقت سمعت صراخ جاي من جوه تلاجة. استعذت بالله دخلت لقيت درج رقم 7 بيتهز بعنف كأن حد جواه بيتخبط فيه. قربت وأنا جسمي كله بيرتعش. فتحت الدرج لقيت جثة الشاب اللي كان واقف امبارح بيزعق لعطية وبيقول مش عايز أبوي يتشرح. قلبي وقع. خرجت من التلاجة بسرعة. طلعت الموبايل اتصل بعطية، مش بيرد. بعت له فويس وقلت له عطية رد، أنا عارف إنك قتلت الراجل وعايز تلبسني تهمة، لو ما ردتش هقتلك، فاهم؟ خرجت جري على الاسم وقدمت بلاغ بكل اللي حصل. قعدت مع المقدم وسألني متأكد إن عطية هو اللي قتله؟ قلت له أيوة يا فندم، يمكن الدكتور كمان معاه. قال طيب نشوف الجثة الأول. رحنا المشرحة وفعلا الجثة في درج رقم 7. اتحركنا على بيت عطية لقينا الباب موارب. زقيته ودخلنا، ولما دخلت اتصدمت. رجعت المكتب لقيت نوح مستنيني. أول ما دخل قال قبضتوا على عطية؟ قلت له نقبض عليه، هو متهم بحاجة؟ اتوتر وقال مش حضرتك المفروض رايح تقبض عليه بعد ما قتل الشاب؟ قلت له لأ، هو مش هيتقبض عليه، انت اللي هتتقبض عليك يا نوح. قال أنا؟ ليه؟ أنا اللي مبلغ. قلت له عايز تعرف ليه؟ لأن لما دخلنا شقة عطية لقينا عطية مقتول، كان مشنوق في السقف. حضرتك بتقول إيه؟ عطية اتقتل؟ إحنا هنبدأ نستهبل بقى؟ عطية اتقتل وإنت المتهم الرئيسي في قتله. لا يا باشا، قتل إيه؟ أنا ما قتلتش حد، وربنا أنا ما جيت جنبه. أنا طلعت من المشرحة بعد ما شفت الجثة ورحت على طول عشان أبلغ. ما أنا نسيت أقولك، إحنا لقينا على الأرض تليفون عطية، ولما فتحته ودورت فيه لقيت فيه رسالة منك على الواتساب بتهدد فيها عطية بالقتل، وده دليل إدانة واضح. كان مجرد كلام في لحظة عصبية والله. أنا لما شفت الجثة كنت هتجنن، عشان أنا شفت الراجل كان داخل قدامي من باب المشرحة وكان سليم. فلما لقيت جثته في التلاجة استغربت وقلت أكيد عطية هو اللي قتله عشان هو كان بيتخانق معاه. استنتاج جميل. وبعد كده هددت عطية بالقتل وروحت له على البيت وخلصت عليه وعملت التمثيلية التافهة دي عشان توهمنا إنك مصدوم في قتله. والله يا فندم اللي انت بتقوله ده غلط، أنا ما قتلتش حد. هيبان. احنا هنعمل التحريات بتاعتنا وهنحقق وهنشوف هل انت مظلوم ولا لأ. لكن دلوقتي مضطر للأسف أدخلك الحجز. كنت جاية عشان أبلغ على اللي شفته، لقيت نفسي لابس جريمة قتل ما عملتهاش ومش عارف أعمل إيه عشان يصدقوني. فضلت قاعد في الحجز لحد ما لقيت العسكري داخل عليا واتكلم وقال تعالى سيادة المقدم عاوزك. قمت واتحركت معاه على مكتب المقدم، وأول ما وصلت لقيت بابا قدامي كان قاعد على الكرسي. جريت عليه وحضنته وأنا بعيط وقلت له أنا ما قتلتش حد يا بابا، أنت أكيد عارف إني مظلوم، عارف إني مقدرش أعمل كده. أكيد يا ابني، بس الضابط بيقول إنه في أدلة كتير قوي ضدك، بس ما تقلقش، أنا هجيب لك محامي كويس إن شاء الله يطلعك منها. إن شاء الله يا بابا، بس أنا خايف ألبس الجريمة دي، وأنا والله ما قتلت حد. ما تقلقش، خير بإذن الله. مشي بابا ورجعت الحجز من تاني. دماغي مشلولة، كنت مش عارف أفكر، لكن أنا متأكد إن الدكتور عمر ليه علاقة بالموضوع ده. في اليوم ده نمت وأنا مش حاسس بنفسي، وصحيت الصبح لقيت المقدم عاوزني من تاني. وقفت قدامه واتكلم وقال ها يا نوح، لسه مصمم على أقوالك؟ والله يا فندم ما قتلته،
هي المشرحة دي بيحصل فيها بس حاجات غريبة، وأنا أعصابي تعبانة. حاجات غريبة إزاي يعني؟ يعني مثلا يا فندم، أنا سمعت حوار داير بين 2 مش موجودين أصلا، وكان في سكينة غرقانة دم على الأرض. أنا مش فاهم منك حاجة. أنا نفسي ما كنتش فاهم يا فندم، لحد ما باض قال لي إن في واحد كان زمان شغال في المشرحة اسمه عبد العاطي، ومات على إيد واحد كان عايز جثة أبوه من غير ما تتشرح، وطبعا عبد العاطي رفض، فالراجل ده قتله. استنى، الشخص اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه عبد العاطي ايه؟ معرفش والله يا فندم، بس والدي يعرفه. لما سمعت الاسم اللي قاله نوح لساني اتشل، عشان عبد العاطي اللي بيحكي عليه نوح ده مختفي من زمان، وأهله جم وعملوا محضر تغيب، لكن هو كان اختفى ومحدش عارف راح فين. استدعيت والد نوح عشان أسأله عن صحة كلام ابنه، لكن الغريبة إن الراجل أنكر إنه قال كده لابنه، وقال إنه كل اللي يعرفه عن عبد العاطي إنه اختفى مرة واحدة ومحدش عارف راح فين. نوح لما عرف إن أبوه أنكر كلامه كان هيتجنن، وطلب إنه يتواجه بيه، لكن أبوه رفض. للأسف أبوه لبسه، وبالنسبة لي نوح هو اللي قتل عطية، وبيحاول يقول أي كلام عشان يهرب من التهمة. عملت التحريات وبدأنا نشوف إذا كان في كاميرات قريبة من بيت عطية، وفعلا لقينا كاميرات في كذا مكان. بدأنا نفرغها، والمفاجأة إن الشخص الوحيد اللي زار عطية في نفس يوم الجريمة هو الدكتور عمر، دكتور التشريح. وفي نفس الوقت وصل تقرير الطب الشرعي اللي بالمناسبة كان الدكتور عمر هو المشرف عليه، وكان مكتوب فيه إن عطية انتحر. طبعا التقرير مع تفريغ الكاميرات كان مضحك جدا بالنسبة لي، وعشان كده استدعينا الدكتور عمر. حضرتك اللي كاتب التقرير ده؟ أيوة أنا. طيب معلش، يعني عطية ده شغال معاك من زمان، إيه اللي يخليه ينتحر؟ يعني ممكن يكون كان تعبان أو مكتئب الفترة اللي فاتت، مثلا كان مش مركز في الشغل؟ لا خالص، الراجل كان بيشوف شغله على أكمل وجه، وأنا علاقتي بأي حد شغال في المشرحة شغل وبس، شغال بقاله يوم شغال بقاله سنة، العلاقة شغل وبس. تمام. معنى كلامك إن العلاقة ما بينكم بتكون داخل المشرحة وبس؟ أكيد يا فندم. طيب ممكن تبص على الشاشة دي كده وتفهمني ده إيه؟ الدكتور عمر بص على الشاشة وبدأت ملامحه تتغير، بص في الأرض وحس إنه خلاص وقع، والكلام اللي بيقوله عكس الحقيقة. فاتكلمت أنا، ممكن تفسير؟ أنا عرفت إنه تعبان وروحت عشان أطمن عليه. هو مش العلاقة شغل وبس يا دكتور، ده غير كده إن مفيش غيرك اللي دخل عنده يوم الجريمة، يعني حضرتك دلوقتي المتهم الرئيسي والوحيد في الجريمة، ومن الأفضل تعترف بدل اللف والدوران ده. حضرتك عندك حق، بس عطية هو السبب، هو اللي خلاني أعمل فيه كده. أيوة أنا اللي قتلت عطية، بس قتلته عشان كان هيفضحني. لما الراجل جه عشان ياخد جثة أبوه ومش عايزها تتشرح، وقتها اتخانق مع عطية، وأنا كنت وقتها جوه التلاجة وخرجت على الصوت، ولما عرفت الحوار رفضت عشان أنا كنت شرحت الجثة حالا وخدت منها اللي أنا عاوزه. لا معلش، يعني إيه خدت منها اللي أنت عاوزه؟ أي جثة بتيجي عندنا أنا باخد منها أعضاء وببيعها لناس من بره البلد، وطبعا لو الولد ده عرف اللي حصل في أبوه كانت هتبقى كارثة، وعشان كده أخدت الولد معايا التلاجة جوه وقتلته. وعطية دخل عليا لقاني بخنقه، كان متنح ومش مصدق، بس قبل ما يعمل أي حاجة كان السر الإلهي طلع والولد مات. بعد ما خلص كلامه أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة تحقيق، وخرجت نوح اللي طلع فعلا بريء وما عملش أي حاجة، ومشي نوح من الاسم. ظهر الحق والحمد لله، وعرفت اعتراف الدكتور عمر. ما كنتش متفاجئ عشان أنا عارف إن الراجل ده كان ماشي بطال، بس اللي كان هيجنني هو كلام بابا. وعشان كده أول ما رجعت البيت أمي جريت عليا وحضنتني، بس أنا كنت ساكت. بصيت على بابا وقبل ما يتكلم قلت له: ليه يا بابا؟ ليه أنكرت قدام الضابط؟ ما كانش ينفع أتكلم يا ابني، ده موضوع عدى عليه سنين كتير وإيه المشكلة؟ وبعدين حضرتك بتقول إن عبد العاطي ده اتقتل، بس الضابط بيقول إنه مختفي، فبعد إذنك أنا عايز أفهم دلوقتي،
وهيفيد بإيه لما تفهم؟ يعني هتستفاد إيه؟ عندي فضول أعرف هو اختفى ولا اتقتل، ومين اللي قتله؟ الدكتور عمر ولا مين بالظبط؟ رد عليا يا بابا. انت ساكت ليه؟ أنا مش همشي غير لما أفهم. رد عليا يا بابا أرجوك. خلاص، أنا اللي قتلت عبد العاطي. ارتحت. كنت مصدوم من اللي قاله. بلعت ريقي بالعافية وحسيت إني بحلم. لكنه كمل كلامه. الظروف كانت صعبة، تعليمك من ناحية والبيت من ناحية، مصاريف كتير فوق دماغي، وما كنتش عارف أتصرف فيها إزاي، ومرتب مشرحة ما كانش مأكلنا عيش حاف. في الوقت ده الدكتور عمر عرض عليا إني أساعده في موضوع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ كبيرة. في الأول خفت ورفضت، بس لما عرفت أنا هاخد كام وافقت. كان مبلغ مش قليل هقدر بيه أصرف عليك وعلى والدتك. وبدأنا فعلا ننفذ العمليات، ومع كل مرة كان بيطلع لي فلوس كتير، لحد ما في يوم عبد العاطي اللي كان ماسك وردية النهار رجع المشرحة عشان نسي حاجة. ولما دخل وشاف المنظر كان مصدوم. بدأ يزغق ويعلي صوته وكان هيفضحنا، وهددنا إنه هيبلغ عننا. ما حسيتش بنفسي يوميها غير وأنا ماسك آلة حادة شبهه السكينة بنستخدمها في التشريح وبضربه في بطنه. وقع على الأرض وطلعت روحه قدام عيني ومات. خبينا جثته تماما، والدكتور بوظ الكاميرا اللي بره ومسح كل التسجيلات اللي تخص عبد العاطي وهو داخل المشرحة. وبلغنا أهله إنه ما جاش الشغل، ولما مرجعش عملوا محضر تغيب، وفي نظر الحكومة هو مختفي بس. خلص كلامه ولقيت الدموع نازلة من عيني زي الشلال، انفجرت فيه. معقول أنت أبويا اللي كنت بفتخر بيه دايما وسط الناس؟ معقول أنت الراجل اللي رباني على الأخلاق والقيم؟ معقول أنت الراجل اللي كان دايما يطلب مني أخاف ربنا وما أعملش أي حاجة حرام؟ أنت لا يمكن تكون أبويا. أنت واحد ما عندوش قلب. حرمت راجل من عيلته، راجل ملهوش أي ذنب غير إنه شريف وما كانش راضي بالغلط. أنا مش عارف أعمل إيه، أبلغ عنك وأبقى حبست أبويا، ولا أسيبك وضميري يأنبني؟ حتى الاختيار أنا مش قادر عليه. يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. سبت البيت وخرجت، ما كنتش عارف أنا رايح فين. أمي فضلت ترن عليا كتير، بس كنت رافض أرد عليها. فكرت أنتحر، فكرت أمشي وأسافر، بس دماغي كانت مشلولة ورافضة تفكر. لحد ما لقيت رسالة من أمي على الواتساب بتبلغني إن أبويا مات. جليت على البيت بسرعة، كنت بدعي إنها تكون بتكدب عليا عشان أرجع البيت. لكن لما وصلت لقيت الناس متجمعة قدام بيتنا، والكل عمال يقولي شد شيلك. دخلت الشقة، أخدته في حضني وفضلت أعيط وأقوله سامحني، مهما كان ما كانش ينفع أكلمك كده، عمري ما هنسى اليوم ده. وبما إن والدي توفى، حكيت للضابط اللي عرفته منه قبل ما يموت، ووعدني إن الدكتور عمر هياخد إعدام. ورجعت عشت مع أمي، اشتغلت الشغلانة اللي قابلتني في وشي عشان أقدر أصرف عليها. وبس، خلصت حكايتي. لو عجبتكم القصة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل حكاية غامضة. وبس كده، دمتم في أمان الله وحفظه.